البوطي. بشرت قنوات سفك الدم السوري بالمتاجرة بدم الشهيد. لم يلبث منتجو الأفلام المفبركة من تزييف فيلم قالوا إنه لحظة استشهاد العلامة محمد سعيد رمضان البوطي، حتى بادرت قناة العربية السعودية إلى عرضه والبدء بالمتاجرة بدم الشهيد والادعاء بأنه لم يستشهد بالانفجار وإنما بالرصاص، معطية دليلا على حماقتها. اولا، الفيديو المنشور مصور من قبل شخص عن شاشة تلفزيون او شاشة صغيرة، والدليل الاول نوعية وجودة الصورة. والدليل الثاني هو هذا، فعند حدوث الانفجار المفترض حسب الفيلم المفبرك يظهر ظل الشخص الذي يصور. ثانيا، لنلاحظ الخلفية هنا في الفيلم المفبرك، فهي عبارة عن حائط عليه رسومات، اما الحقيقة فهي هذه. ثالثا، صوت العلامة وصوت التفجير كانا واضحين بالفيلم، فلما بعد التفجير لم تسمع أصوات المتواجدين هناك؟ هذا ما له مشكلة. وحدث الانفجار. عندما حدث الانفجار التيار الكهربائي انقطع وعم المكان ظلمة دامسة، إلا أن وجه الوالد رحمه الله تعالى بقي منيرا. هم رأوا جسد الوالد ورأوا وجهه. الوالد كما وصف لي الذين كانوا، قال مال إلى جهته ثم أعاد عمامته. أكد الدكتور الشيخ محمد توفيق سعيد رمضان البوطي نجل العلامة الراحل أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على الإنترنت هو ولده الشهيد أحمد الذي كان يجلس أمام جده الشهيد في جامع الإيمان. وفي حديث لقناة الإخبارية السورية سخر الدكتور توفيق من محاولات القنوات الشريكة في سفك الدم السوري المتاجرة مرة أخرى بدماء الشهيد الراحل، ولما كنا شككنا بالفيديو في نشرة الأمس فإننا من باب المصداقية أمام جمهورنا نعتذر عن الخطأ الذي وقعنا به. ولما كنا شككنا بالفيديو في نشرة الأمس فإننا من باب المصداقية أمام جمهورنا نعتذر عن الخطأ الذي وقعنا